اخيرا تم الاعلان الرسمي عن السامسونج جالاكسي A16 الجيل الجديد من الجالاكسي A15 اللي كان عامل قلق ابن لذين الفتره اللي فاتت، وستيل بيترشح كافضل موبايل في الفئه الاقتصاديه. وطبعا بعد النجاح الكبير اللي اتحقق في الجالاكسي A15 سامسونج اخيرا اعلنت عن الجيل الجديد من الموبايل ده، وهو الجالاكسي A16 5G للتنويه. بس طبعا هنتكلم في كل حاجه تخص الموبايل ده، وطبعا هقول لك على الابجريدز اللي حصلت مقارنه بالجيل السابق. هل حصل ابجريدز ولا لا؟ خليني اقول لك في البدايه ان نسخه ال4G من الموبايل ده نزلت بالفعل في الاسواق العربيه، ولكن نسخه ال5G من الموبايل ده تم الاعلان عنها فقط، ما تمش الاعلان الرسمي عن توفرها داخل السوق المصري، ولكن من المتوقع بناء على توفرها في الاسواق الاخرى هينزل بشكل رسمي قريبا ان شاء الله. انا حاسس ان انا طولت عليك، فلايك سبسكرايب وكومنت حلو وصلي على النبي ولا بينا نبدا كالعاده بمحتويات العلبه. طبعا العلبه دي فيها سلك USB تايب سي على اساس ان احنا يعني مكلفين نفسنا وكرتونه وبتاع، وهي ما فيهاش غير سلك ورا اصلا، فما علينا. كالعاده مع سامسونج هتضطر انك تشتري راس شاحن، جراب، سكرينه، كل المحتويات المهمه دي المفروض انك هتشتريها بشكل منفصل. غالبا هتكون نقطه سلبيه بالنسبه لبعض المستخدمين، لان دي بكل بساطه يعتبر تكاليف اضافيه وهيزيد من التكلفه الاجماليه للموبايل. فبسم الله الرحمن الرحيم كده دي كانت اول نقطه سلبيه، فدي حاجه يعني تمام. بس خليني اقول لك ان ده العادي بتاع سامسونج، يعني مستخدمين سامسونج فاهمين ده واخدين على الموضوع ده اكيد. طيب بالنسبه للديزاين بقى، طبعا الديزاين ما يختلفش تماما عن موبايلات سامسونج في سلسله الاي، سواء الرائده او الاقتصاديه، مفيش اي فرق باختلاف الماتيريال طبعا اللي بتختلف من جهاز للتاني على حسب الفئه السعريه اللي موجود فيها الموبايل. بالنسبه للماتيريال هنا فهي من البلاستيك بشكل كامل، سواء الفريم او الظهر كل حاجه، وده المتعارف عليه، يعني ما تتوقعش ماتيريال اقوى من كده. كمان الموبايل هنا متوفر منه اكتر من لون، اللي هو يعني هتلبي مختلف الاذواق بالكامل اعتقد كده. ايه اللي ممكن يقفلك من الموبايل بقى؟ طبعا بعيدا عن النقطه اللي احنا اتكلمنا فيها في بدايه كلامنا، اللي هو يعني محتويات علبه فاضيه والكلام ده كله، دي حاجه احنا ممكن نتقبلها عادي، حاجه بديهيه يعني من سامسونج واخدين عليها. هقول لك نقطه الشاشه يا معلم، والحقيقه هنا في ميزه وفي عيب. العيب قوي اللي ممكن يقفلك من الموبايل ده هو ديزاين الشاشه، اللي هو يعني احنا في نهايه 2024 والموبايل نازل بدروب نوتش عادي او نازل بحرف اليو، يعني ما علينا. المضحك في الموضوع يا جماعه بجد ان الديزاين ده اصلا كان متصمم من 5-6 سنين ولا حاجه، فبجد مش عارف بعض الموبايلات اللي موجوده حاليا في الفئه الاقتصاديه او اللي نزلت مؤخرا في الفئه الاقتصاديه ازاي نزلوا بموبايل بديزاين بالشكل ده. شكله قديم فعلا، يعني تحس ان هو هربان من 2019 ولا حاجه. ففي النهايه اتمنى يعني الاجيال القادمه ما تكونش بالشكل ده، فده كان العيب. واول ابجريد حصل في الجيل الجديد هنا مقارنه بالجيل السابق من الموبايل ده، من حيث البيزلز فالجالاكسي A16 حوافه اقل سمكا مقارنه بالجالاكسي A15، وده شيء ملحوظ. بالنسبه للميزه بقى، الشاشه هنا كبيره فعلا 6.7 انش سوبر اموليد، ومستوى الصوره هنا بيوصل ل 800 نتس، واخيرا الفريش ريت بيوصل ل 90 هرتز. طبعا شاشه من شاشات سامسونج بقى، فاهم يعني حاجه ممتازه، هتاخد كونتراست فعلا ابن لذينه، الشاشه بتنطق حرفيا. انا بصراحه بحب شاشات سامسونج جدا، والفكره ان سامسونج اصلا بتاعت شاشات، فهتلاقيها دايما متفوقه في الحته دي مقارنه بشاشات موبايلات ثانيه. الشاشه هنا طبعا 90 هرتز، هتقول لي ايه 90 هرتز؟ تقول لي ازاي وبتاع، في حين ان في موبايلات ثانيه كتير في نفس الفئه السعريه دي بتيجي ب 120 هرتز. طب بما انك سالتني السؤال ده فخليني اوضح لك النقطه دي بشكل تفصيلي شويه. بص يا معلم، معظم الموبايلات الفئه الاقتصاديه او الموبايلات اللي بتنزل بفريش ريت اعلى من كده اللي هو 120 هرتز يعني في الفئه السعريه دي بتبقى مجرد ميزه تسويقيه من الشركات مش اكتر ولا اقل. يعني حتى لو الفريش ريت او معدل التحديث بيوصل للرقم ده بيشتغل معاك في مجموعه من تطبيقات معينه، ده اذا اشتغل اصلا. فملخص لكلام كتير قوي عايز اتكلم فيه في الجزئيه دي، حتى لو الموضوع فيه او بيدعم ال 120 هرتز او حتى 90 هرتز، الموضوع هيكون ثابت دايما على 60 فريم او من 40 ل 60 فريم بنسبه كبيره. يعني الجالاكسي A16 هنا كمان بيدعم معيار لمقاومه الغبار ورذاذ الماء IP54. مش معنى طبعا ان هو داعم لمعيار امان ضد الميه والغبار يبقى هو ضد الميه فعليا، لا طبعا مفيش الكلام ده يا معلم. هو مقاوم بشكل محدود للظروف البيئيه الخفيفه، يعني اللي هو زي الامطار الخفيفه، الدنيا يعني مطرت عليك وانت بتستعمل مع الموبايل الدنيا تبقى امان معاك ما تقلقش. هو مش مقاوم بشكل كامل ضد الميه والغبار. بتنوه مره ثانيه علشان انت غالي عندي وكده، فانزل اعمل لايك بالحب، والله بجد دي اقل حاجه انت ممكن تقدمها، حاجه بسيطه لكن بتبسطني فاهم. فاللي هو انت يعني ما تبخلش عليا بلايك، والمره وانت طلعت بقى فاهم سبسكرايب روق على الدنيا كده، لان فعلا الفتره الجايه فيها كلام كتير قوي. انا غايب بقالي فتره وبتاع، واللي متابع فاهم ده، بس انا بحضر حاجه مميزه باذن الله. المهم خلونا نرجع لموضوعنا بقى، المعالج يا معلم. بالنسبه للمعالج وفي النقطه دي تحديدا هيكون فيها كلام كتير. الجالاكسي A16 هنا جايب نسختين مختلفين من حيث المعالج حسب السوق المستهدف. الملخص المفيد اللي انت متعود عليه مني من الحوار الكبير ده، في نسخه بمعالج معين متوجهه للاسواق الاوروبيه، والنسخه دي هتنزل بمعالج من نوع اكزينوس وهو الاكزينوس 1330، وجايب معماريه حديثه الى حد ما 5 نانومتر. وبالنسبه للنسخه الموجهه للاسواق الاسيويه، معالج من ميديا تيك هو الدايمنستي 6300 وجايب معماريه تصنيع 6 نانومتر. هتاخد تقريبا نفس الاداء من المعالجين، وده حصل بناء على الارقام اللي حققها المعالجين على انتوتو، نفس السكور مفيش اي فرق تماما. ولكن في نقطه الجيمز او في الالعاب بشكل عام الموضوع هيختلف نسبيا. الدايمنست هيبقى افضل واسلس نسبيا من الاكزينوس. المعالجات اللي بتيجي من نوع اكزينوس او معالجات سامسونج بشكل عام، النوع ده من المعالجات يا جماعه مش متوجه للفئه اللي مهتمه بالجيمنج. الاكزينوس مميز في تجربه الاستخدام، يعني هتاخد تجربه مستقره دايما، غير كفاءه استهلاك الطاقه اللي هتاخدها هنا بفضل كمان معماريه التصنيع الحديثه. الاكزينوس هنا جايب 5 نانومتر، دايمنست 6 نانومتر، فحته كفاءه استهلاك الطاقه دي اكيد
اكزينوس افضل. اما الدايمنست لو مهتم اكتر باداء الجيمنج والالعاب التقيله او المهام التقيله بشكل عام، فده هيكون الاوبشن الافضل او المناسب. وطبعا في النهايه انت ما عندكش اوبشن الاختيار، هتتوجه لنسخه الدايمنست كده كده بما انك في مصر. لو هتقارن طبعا الموضوع بالجلاكسي اي 15 الجيل السابق من الموبايل ده من حيث الاداء العام، هتقول لي اكيد في اختلاف، يعني بما انه اصدار جديد ومعالج جديد وبتاع اكيد في اختلاف. يعني هقول لك والله يا معلم، هو كارقام الدايمنست اعلى فعلا من الهيليو جي 99، ده مجرد كلام على ورق، الدايمنست فعليا اعلى، ولكن بالنسبه للتجربه الفعليه وده اللي يهمنا مفيش اي فرق، ده بجد مش ببالغ. الغريب في الموضوع ان في بعض الاختبارات اللي حصلت كان السامسونج اي 15 او الهيليو جي 99 كان انشط نسبيا يعني في فتح الابلكيشنز، الا ما ذلك الجلاكسي اي 15 فعلا اكتف اكتر، وده اكيد راجع لنوتة الرام بقى. بالمناسبه الاصدار الاساسي من الموبايل ده جايب 4 جيجا رام، كده هنشوف نسخه 6 جيجا رام و8 جيجا رام مع 256 والكلام الكبير ده. لسه ما تمش اصلا الكشف عن النسخ دي في الاسواق الخارجيه، بس اكيد وبنسبه كبيره قوي النسخ دي هتنزل من الموبايل ده. مش منطقي ان انا اشتري موبايل في 2025 ب 4 جيجا رام، ده موضوع غير قابل للنقاش تماما. فنصيحه مني بلاش تشتري نسخه ال 4 جيجا رام، انت معاك موبايل اعتمادي يعني يعيش معاك سنين، فما تقيدهوش بعدد رام قليل. الموبايل ده كمان بيجي بميزه مهمه جدا، وهو رقم الابديتس او التحديثات اللي الموبايل ده هيوصل له. هتقول لي ايه يعني 3 4 سنين تحديثات اندرويد مثلا؟ هقول لك لا يا معلم، والله الموضوع اكبر من كده. سامسونج طبعا مشكوره مبدئيا على ده. الموبايل ده معلم داعم لتحديثات اندرويد لحد 6 سنين. ايوه فعلا انا مش ببالغ، سامسونج فعلا فاجئتنا بالوعد ده. كون ان ده موبايل اقتصادي عادي ويدعم الرقم المرعب ده، دي حاجه مش متعارف عليها اصلا. دعم التحديثات عموما مهم جدا، خصوصا لو هتحتفظ بالموبايل لفتره طويله من الزمن. البطاريه هنا 5000 ملي امبير كسعه بطاريه، فهي فعلا عملاقه. طبعا الموضوع معتمد بشكل كبير على مدى كثافه استخدامك، ومع دعم الشحن بقوه 25 واط. للاسف مفيش ابجريد حصل في النقطه دي. بالنسبه للكاميرا نفس سيستم الكاميرات اللي شفناه في الجلاكسي اي 15، كاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل، كاميرا ثانيه الترا وايد 5 ميجا بكسل، اخيرا كاميرا 2 ميجا بكسل خاصه بالماكرو، وكاميرا السيلفي هنا 13 ميجا بكسل. طبعا ما اقدرش احكم على كاميرا موبايل مش متوفر حاليا، الموضوع ده بيختلف حسب ظروف كل ضاع حواليك. فباذن الله انا بفكر اشتري الموبايل ده اصلا لما ينزل باذن الله، او لما يكون متوفر بشكل رسمي ونبدا نجرب فيه كل حاجه باذن الله، ينزل بس بشكل رسمي. اخيرا لو هندخل ال 16 في مقارنه مع الجلاكسي اي 15 هنا، فبشكل مختصر الفروقات مش كبيره قوي، فاعتقد ان الاي 15 ستيل اوبشن مناسب جدا في الوقت الحالي، بغض النظر طبعا عن موضوع التحديثات، لان انت في ال 16 هتاخد تحديثات لفتره اكبر. من حيث الاداء العام يعني التجربه الفعليه في الموبايلين مفيش اي فرق، فعليا بجد مفيش اي فرق، وانت اكيد شفت ده، وده كان تيست واحد اجنبي عامله. وطبعا ال 16 هنا داعم لشبكات ال 5 جي. بس كده معانا تقريبا دي كانت كل حاجه تخص السامسونج الجلاكسي اي 16 نسخه ال 5 جي للتنويه يا جماعه، لان نسخه ال 4 جي نسخه اقل ومختلفه تماما عن نسخه ال 5 جي. اكيد الصوره هتكون اوضح من كده لما ينزل بشكل رسمي ونبدا نجربه تجربه اوليه او تجربه مطوله كمان باذن الله، هينزل في اقرب وقت وهنبدا نشتريه، نبدا بقى نجربه لفتره مطوله بحيث ان انا اقدر اقيمه في وسط المنافسين. وبس كده، لو محتاج اي استفسار تاني بخصوص اي حاجه ممكن تكتب لي تحت في الكومنتات، هرد عليك اكيد في اقرب وقت. ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب كومنت حلو لو لسه ما عملتش اي حاجه من الحاجات دي. كده اشوفك الحلقه الجايه، سلام.